سلام الرب يسوع. تحررت سوريا وتخلصت من النظام القديم. من أيام بشار أمنا ماجي حذرت من الأسلمة والعروبة وبداية نظام التوحيد والأيديولوجية السياسية المستقبلية، وكل مخطط وأجندة وفكر كان سائد. من وقت البلد عم تنحدر تدريجيا للأسفل بكل المعايير، عم تتفشى فيها شعارات بالية وقمع المجتمع ودمجه بالقومية والاشتراكية والدين. ما حدا صدق واقتنع، حتى هرب الأرنب يلي كانوا عاملينه رب، وإجا اليوم الجولاني المكوع من إرهابي لرئيس. كمان إمنا ماجي حذرت من خطره هو وعصابته على البلد وعلى الشعب، تحت أي غطاء قدروا يفوتوا. شو الأحداث اللي عم بتصير وشو ممكن يصير مستقبلا بعد 14 سنة أزمة وفقر وسوء حال على جميع الأصعدة. أخذوها الجماعات المسلحة، قعدوا على الكرسي. مرق سنة على استلامهم، من أصعب السنين على سوريا، أكثرها وحشية ودموية ومجازر، بحق المسيحيين وبحق الأقليات من دروز وعلويين وباقي الطوائف. اغتصاب وخطف وقتل بأشنع الطرق، احتياج مادي ونقص لجميع سبل العيش البسيط. وبيقول لك تحررت. عن أي تحرير عم تحكوا؟ مين اللي حررك؟ هدول الشياطين المفلوتين على الأرض. بسفر الأمثال 4:16-17: لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا، وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا، لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم. بالفعل الميزة الوحيدة بالنظام السابق إنه كان داعس على المحمديين السنة اللي عم نشوفهم اليوم فاردين شريعة وبدهم خلافة. وين وصلوا اليوم؟ وأي منهج رائج بالبلد؟ شكلوا وزارة، حطوا طقم إرهابية. أدمان حربيق وزكايا عين وزير درزي ووزير علوي للتمويه، ووزيرة مسيحية مشان يكمل السيناريو. تعالوا شوفونا، شوفوا التعايش والتآخي. شو كانت تشغل منصب هاي الوزيرة؟ مديرة بناء السلام بين الأديان. هو ناقص الشعب توحيد أكثر. كلهم على بعضهم هدول لو ما خاضعين لرأي الحكومة الحالي وما يليه لاحقا ما كانوا عينوهم. نجي لانتخابات مجلس الشعب. مين هاي المنقبة المخمرة؟ على أي أساس بدنا ننتخبها ونحن مو عارفين قرعة أبوها من وين؟ كيف بدها تعطي رأي عن محافظة كاملة وهي خلف الستار مو مبين غير عيونها؟ وهذا خطيب الجامع والداعي الإسلامي أحدى أهم مهامه إنشاء جيل مقاتلين في سبيل خير الماكرين مثل ما أمرهم. خلينا نشوف المقطع. فلا تبعد يدك عن السلاح ولا تضعه بعيدا عنك. ينبغي علي أن أتكلم في مسألة السلاح وفوضى السلاح. لماذا؟ لأننا أمة لن تفارق سلاحها بعد اليوم، ويجب عليك أن تتعلم كيف تتعامل مع هذا السلاح. بل اجلب أولادك واجلب أبناء إخوانك وأصدقائك وطلابك وعلمهم التعامل مع السلاح. المعارك الكبرى قادمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم يا شباب الشام أنتم رأس الحربة. والنتيجة بعد هالشحن وتصدير الفكر الإسلامي وصلت للمدارس لبين الطلاب. صارت تحية صباحية يومية عندهم. بدل ما يبنوا جيل مثقف لبلد أفضل، عم يبنوا مقاتلين. وبيقول لك داعش ليست منا. خلينا نشوف هالمقطع ومنكمل. أسبل الله والرسول والقرآن والجهاد والموت في سبيل الله. ليش لا يكون مفروض على الطلاب يأدوا شعارات إسلامية؟ في منهم المسيحية ما انهم مجبورين. وشو هذا المنهج التعليمي اللي عم تحطوه بالمدارس؟ والجامعات اللي صارت جوامع فيها مصلى، بس المسيحي ما عنده مكان يمارس دينه. الملصقات على الحيطان دعوة للإسلام، والمناشير اللي عم يحطوها كل يوم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفرض الحجابات، ومنع وإيقاف الموسيقى والأغاني وأماكن السهر الليلية، وفصل النساء عن الرجال قال مشان التحرش. شو الفرق بين مكة اللي عم يصير فيها تحرش واختلاط عن أي مكان سهر بالليلة هن عم يسكروه وعم يمنعوه؟ بيقول لك بالحب بدنا نعمرها وكلنا سوريين، مع نسف لكل مسمى ديني غير إسلامي. بدل ما يدرسوا دخل المواطن ويحسنوا المعيشة، يأمنوا مستلزمات أساسية لحياة كريمة، عم يزيدوا الضغط على المجتمع، عم يزيدوا الضغط على الشعب بفواتير وبتكاليف شهرية، وعم يعملوا نعرات طائفية وتفرقة. كل اللي عم يحكوه عكس اللي عم يفعلوه.
حتى الممثلين للمسيحية بين قوسين رجال خضعوا للمجرم وصافحوه وقبلوا كلمة أقلية ومكون من مكونات المجتمع. نحن السوريين الأصليين، نحن جذور البلد، ما لنا مكون ولا لنا أقلية. نحن ما لنا غزاة ولا فتنا على البلد بالسيف. نحن الأساسيين اللي كنا بالبلد قبل ما يكون فيها أي حدا تاني. للأسف الأحداث اللي عم بتصير بسوريا يومية وكتيرة وخطيرة وبتشيب شعر الراس. بالختام والمهم، الحرية فقط بالرب يسوع المسيح، لأنه هو المحرر الحقيقي والمخلص. بالإنجيل حسب يوحنا 8:32 وتعرفون الحق والحق يحرركم. بنفس الإصحاح آية 36 فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. هو رب الحرية، هو معطي الحرية. حتى السلام اليوم اللي عم نشوفه مزيف، قناع وهمي، هو رب السلام ومعطي السلام. بإنجيل حسب يوحنا 14:27 قال سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. لازم نتخلى عن ذكر الله ببيوتنا وبكنايسنا، لازم نبعد عنه، نبعد عن شكره وعبادته، لأنه مو إلهنا هذا الوثني ولا أبو ربنا يسوع المسيح. نحن إلهنا يهوه رب السماء والأرض. بالمزمور 83:18 ويعلمون اسمك يهوه وحدك العلي على كل الأرض. وآيات كتيرة بتثبت اسم إلهنا وربنا كمسيحيين. وعلى أرض الواقع منشوف الفرق الشاسع بين أتباع الإله الحقيقي وأتباع الإله الوثني. بشجعكم تقروا الكتاب المقدس بدون لفظ الله من موقع FMC World ليرشدكم للحقيقة، ليرشدكم قبل نهاية الأيام، قبل يوم الرب الشهير العظيم، قبل ما تغلق أبواب التوبة ويبدأ الحساب. ربنا يحمي شعبه ويخلص المستحقين ويفتح عيون العميان للطريق والحق والحياة الرب يسوع.